السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايبه لكم اكله من الاكلات الجميله السهله السريعه اللي ما توقفيش في المطبخ، وفي نفس الوقت مغذيه وطعمها حلو قوي. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. المكونات بتاعتي بطاطس وجزر وكوسه ويعني الفراخ اللي عندك بقى، صدر فرخه. ما عندكيش فراخ خالص بتتعمل من غيرها بتبقى حلوة برضو قوي. يلا بينا، طاسة على النار نحط فيها معلقتين سمنة او زبدة، رشة زيت بسيطة. انا بحب احط زيت لانه بيلمع الاكل، بيخلي الاكل فيه لمعة حلوة قوي كده. يسخنوا كويس، هنزل عليهم بالبصل والجزر. خلاص، لان طبعا احنا عارفين الجزر بياخد وقت في التسوية، وهي الاكل ما بتاخدش وقت كتير على النار. خلاص، نديهم تشويحة حلوة كده في المادة الدهنية، رشة ملح. انا مش هحمرهم، لا هما بس يتبالوا حاجة بسيطة اهو. يعني ما خدوش دقيقتين على النار، اقطع عليهم خمس اربع خمس فصوص توم. نقطعهم بس كده تقطيعة بسيطة. عاوزة تهرسيهم مفيش مشكلة، مش تفرق. اهو، التوم بيديها ريحة حلوة قوي. مش هنحمر برضو التومة، نديها بس ريحة التومة تطلع خلاص. خلاص كده، هنزل عليهم بالفراخ بتاعتي مقطعها قطع صغيرة برضو، مش قطع كبيرة اهي. هما صدر فرخة كان عندي، قطعته مكعبات صغيرة وخلاص. يبقى الأكلة خضار وبروتين وأكلة حلوة قوي بصراحة. اهو، زي ما بنقول نعمل حاجات مغذية في نفس الوقت ما نحرمش ولادنا وكلوا بروتين. اهو، خلاص. ادي بس صدمة للفراخ تغير لونها، هنزل عليها برشة توابل. اهو، يعني الفراخ تاخد صدمة من تحت ونقلبها، يبقى خدت الصدمة بتاعت الطاسة عشان تقفل المسام بتاعتها. واحلى حاجة كمان في الاكلة دي ان هي في نفس الطاسة او الصينية اللي عندك، فمش هناخد مواعين كتير ونزهق برضو من المطبخ. خلاص كده، مكعبات البطاطس بتاعتنا. كله تشويحة بس، مش يعني مش هيقعدوا كتير على النار زي ما احنا شايفين كده. خلاص كده، هننزل بالفلفل الوان. هي كان عندي فلفلاية حمرا وفلفلاية صفرا وفلفلتين رومي عاديين خضر بس كده. ممكن تستغني عنهم، مفيش مشكلة. نحط الملح بتاعنا، نبتدي بقى نتبل الخضار بتاعنا. خلاص، هو اتشوح تشويحة حلوة مع بعضه. والتوابل بتاعتنا نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة كاري، يعني هو مبياخدش توابل كتير. ربع معلقة سبع بهارات، يعني منحاولش نكتر في التوابل بتاعتنا. مكعب مرقة او مكعبين تستغني عنهم خالص، مفيش مشكلة. اهو الكاري بتاعنا، ورشة كركم، يبقى رشة يعني ربع معلقة كركم كمان، وربع معلقة كاري، ونص معلقة فلفل اسود، ربع معلقة سبع بهارات، مكعب مرقة. بس كده التوابل بتاعتي تديها طعم حلو قوي.
خلاص نقلبهم. طبعا الخضار ما استويش لسه، ميه من الكاتل، لازم تكون ميه سخنه طبعا، لان الخضار عندي درجه حرارته عاليه، ما ينفعش بقى تصدميه بميه ساقعه، لا، ميه من الكاتل كده. نحط حوالي نص كوبايه ميه، مش اكتر من كده، تمشيلي الخضار مع بعضه، يعني تخلي الخضار ايه يستوي وفي نفس الوقت ما يتهريش. اهو نص كوبايه مش اكتر من كده اهو، عشان يعمل لك صوص حلو. وطبعا كل الخضار اللي احنا حاطينه مبياخدش تسويه، هو الجزر بس اللي بياخد تسويه كتير. انا زودت الميه، هقولك ليه دلوقتي. هنجيب طبق، هنسيبها بس شويه كده البطاطس بتاعتي والجزر يستووا. طبق احط فيه معلقتين او معلقه كبيره اهي، معلقه كبيره دقيق. خلاص معلقه كبيره دقيق. لو هتحطي معلقه صغيره يبقى حطي معلقتين صغيرين. معلقه دقيق كبيره، عليها يعني شويه لبن او ميه. لو ما عندكيش لبن مفيش مشكله، حطي ميه. اهي الميه ابتدت تتشرب من الخضار، وعرفت ان الخضار استوى كله. هنزل، لازم الخضار يستوي خالص، هنزل باللبن والدقيق. مفيش لبن، ميه يعني مش لازم لبن. خلاص معلقه دقيق كبيره، عليهم 3 4 معالق لبن او ميه. هنزل على الخضار بتاعي اهو. عشان كده انا زودت ميه تاني، عشان لان هيتقل قوي، عشان نعمل صوص حلو، لا تقيل ولا خفيف. خلاص نقلبهم كويس، غلوة على النار، مش هتكمل يا دوب تبقى، بس اعرف ان دي استوى هطفي النار اهو. معلقة الدقيق دي بتخلي الخضار مع الفراخ مع كل حاجة مع بعض بتدخل مع بعض، ميبقاش فيه مية، متبقاش صيصة، تبقى طعمها حلو قوي اهو. خلاص كده بقبقت كده، ضمنت ان دي استوى وهي كمان استوت وخلصت كده، حلو قوي. هنبتدي نغرف. انا عامله معاها رز ابيض، هي حلوه قوي بالرز الابيض. براحتك برضو، عاوزه تعملي رز بشعريه حبه وحبه براحتك، بس هي طعمها بيبقى حلو مع الرز الابيض. الغرف براحتك، يعني عايزه تحطي زي ما انت عاوزه. طريقه التقديم يعني عاديه، حلوه قوي، اكله حلوه بجد. اتمنى تجربوها، من الاكلات السهله والسريعه والمحببه ليا. اتمنى تجربوها وتقولي رايكم، وبالف هنا ومع السلامه.